افلام الرعب المصريه في منها اللي اتحول وبقى فيلم كوميدي، وفي منها اللي اتقال فيه تعويذه حقيقيه خلته يتمنع من العرض في التلفزيون وكمان يترفع من السينمات. لو حابب تعرف الحكايه تعال احكيها. في تاريخ السينما المصريه في افلام رعب اتحولت لافلام كوميديه من كتر ما الناس ما كانوش عارفين يعملوا فيها دور الرعب الحقيقي، زي فيلم خط دم اللي كانوا بيعملوا فيه قصه مصاصين الدماء، بس للاسف الفيلم اتحول لفيلم كوميدي. فيلم خط دم ده هو كان كوميدي اصلا؟ لا، هو ما كانش كوميدي. ما كان ايه بقى؟ هو كان فيلم دراما. خدت الفيلم وعملت منه حاجات قصيره وقلبته كوميدي. وكمان كان في فيلم في الثمانينات اسمه فيلم انياب اتعمل فيه دور مصاصين الدماء، وكان احمد عدويه قايم بدور مصاص دماء. انت متخيل احمد عدويه قايم بدور مصاص دماء؟ بس في فتره من الفترات انا شكيت فعلا في احمد عدويه ان هو ليه علاقه بالعفاريت بسبب اغنيه كركشانجي، تحس ان هو بيقول في وسطها سحر وطلاسم. بس صحيح، هو يعني ايه كركشانجي؟ المهم يا سيدي، نخرج من مصاصين الدماء ندخل على عادل امام، نلاقيه عفريت شقي ووسيم بيتقلب كذا لون، بيحب يسرى، عنده شقه في اسكان شباب جهنم، وشغال كاشير في مطعم عادي جدا للعفاريت. وعزت العلي بعد ساعتين من الفيلم بيحرقوا بايه قران واحده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لما كان من الاول يا عم عز، واليومين دول بالله حماده هلال بينقل العفاريت نقله ثانيه خالص، نقله جديده، بيرفعهم بال 3 دي وبيحرقهم بترانيم الاي اي. هاتوا الفلوس اللي عليكم. اما بقى الرعب الحقيقي ففي سنه 1988 كان في فيلم اسمه عاده لينتقم بطوله عزت العلايلي وايمان. باختصار قصه الفيلم ان كان في روح طفل موجوده في بيت، عشان يطلعوا روح الطفل ده من البيت كانوا محتاجين ان هم يستعينوا بساحر او دجال، وفعلا المخرج استعان بالمعالج الروحي السيد الحسيني، وكان الاتفاق في التصوير ان هو يقول كلام شبه التعويذ بحيث ان هو يخرج روح الطفل من البيت، لكن فعلا هو قال تعويذه حقيقيه من تعويذ السحر الاسود، وللاسف الناس سمعتها في السينما وكمان لما اتعرض في التلفزيونات في البيوت، وكان كل اللي بيسمعها بيحس بحاجات غريبه. اضطروا ان هم يرفعوا الفيلم من السينمات لكنه رجع تاني بعد سنتين، واتمنع عرض الفيلم في التلفزيون الا في قنوات قليله. في سنه 2003 بيلاقوا جثه المعالج الروحي السيد الحسيني مقتوله في مكتبه، وجنبه حاجات من السحر الاسود، وكمان لقوا الجثه عليها علامات الرعب والخوف وفي حاله غريبه، وكمان لقوا صور للمشاهير مكتوب على ظهرها طلاسم. ولحد وقتنا ده ما لقوش حل للغز مقتله. يا ريت فضولك ما ياخدكش ان انت تدور على الفيلم، كفايه الرعب اللي احنا عايشين فيه في الحقيقه، باب العالم الاخر يا دوب نسمع عنه، بلاش تفتحه وتدور فيه. كنت معاك خالد سعيد في معلومه في المفيد.